اهلا بيكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده فيديو جديد وهنعمل مع بعض القلقاس بطريقه سهله وجميله. قلقاس الخلاط زي ما بيقولوا. انا هجيب قلقاسه واحده بس، يعني ما يكونوش اتنين، علشان ما تبقاش واحده مستويه وواحده لا. فانتي حاولي تجيبي قلقاسيه كبيره، مثلا لو انتوا عدد او لو انتوا بتحبوه هاتي قلقاسيه كبيره، مش كتير هاتي واحده صغيره. انا جبت دي كانت كيلو وربع. خلاص سكتها قطعتها. القلقاس ما بيتغسلش يا جماعة ومش بيتسلق، فانا غسلتها وقطعتها بالشكل ده. وكمان بعد ما قطعتها مش هغسله برضو ولا اي حاجة، النهاردة هعمله على شوربة فراخ. وهجيب طبعا السلق وهحط عليه كزبرة خضراء. هاخد الكزبرة الورق بس، مش هاخد عيدان او مش هخرطها، هاخد منها بس الورق. وهجيب السلق زي ما انتوا شايفينه كده، هقطعه بالطريقة دي. بصوا شايفين ازاي؟ كأني يعني ايه، باخد الورق وبرمي العود، يعني العود ما يلزمنيش، انا مش عايزاه، انا محتاجة الورق بس. اغسله بقى كويس جدا. وهجيب كوباية شوربة احطها في الخلاط، وهنزل بالسلق بتاعي الاخضر ومعاه الكزبرة الخضراء. لازم نحط شوربة تحت او مية زي ما تحبي، علشان الخلاط يلف معايا. كده خلاص هضربه خشن، مش هنعم قوي، علشان انا محتاجة برضو ان السلق يكون ايه، مش بيور قوي، يعني مش ناعم قوي، انا عايزاه خشن شويه. كده الشوربه بعد ما الفراخ استوت، خدت بقى الشوربه بتاعتي وهحط فيها القلقاس. خلاص هسيبه بقى كده ياخد غلوه. وبعد كده بعد لما ضربت القلقاس في الخلاط هصفيه في قلب القلقاس بتاعي علشان يبقى لونه اخضر. وهنزل عليهم بمكعب من المرقة. انا الشوربة بتاعتي عليها كل حاجة، بس بضيف مكعب من المرقة عشان يطعم لي الشوربة. هجيب بقى طاسة واحط فيها حوالي 3 معالق كده من السمنة. وهنزل عليها بمعلقة توم كبيرة. كتر التوم هيدي القلقاس طعم حلو قوي. يعني هدبل بس كده التوم، وهنزل عليه بالسلق وهفضل اقلب فيه لحد لما احس ان السلق بتاعي بقى ناشف، يعني نشف، ما بقاش فيه ولا نقطة مية ولا اي حاجة. يبقى كده السلق بتاعي استوى. هنزل عليهم بمعلقة من الكزبرة الناشفة، وهقلبهم بقى كلهم مع بعض كده زي ما انتوا شايفين. والقلقاس بتاعي على النار. كده خلاص، بصوا تحسوا ان التوم احمر خالص من تحت. هنزل بقى بالسلق والتوم على القلقاس، واسيبهم بقى كده ياخدوا غلوة مع السلق. عموما ان القلقاس مش بياخد سوا كتير. كده خلاص استوى. ولو انت اول بقى مرة تشوفوني، ما تنسوش تشتركوا في القناة، تفعلوا الجرس، تختاروا الكل عشان كل ما نزل فيديو جديد يوصل لكم. انا عملت